النحاس يحمي الشحات، والزمالك يناقش عرض عواد، والاهلي يبحث عن صفقات للطائرة. عماد النحاس يرفض رحيل حسين الشحات عن النادي الاهلي. عماد النحاس القائم باعمال المدير الفني للنادي الاهلي خلال الفترة الحالية رفض فكرة رحيل حسين الشحات لنادي الاتحاد الليبي خلال الفترة الحالية بعد العرض اللي وصل خلال الأيام اللي فاتت في ظل استمرار القيد في الدوري الليبي وإمكانية رحيل اللاعب بعرض كبير للنادي الأهلي، خاصة إن الموسم الأخير لحسين الشحات في عقده ولسه الأهلي لم يفتح ملف تجديد حسين الشحات. عماد النحاس طلب من الأهلي استمرار اللاعب وعدم التسرع عن رحيله عن الفريق، وأكد إنه محتاج تواجده خلال الفترة الحالية لحين التعاقد مع مدرب أجنبي، وده عشان حسين الشحات من اللعيبة الأساسية اللي هو يعتمد عليهم خلال الفترة اللي جاية. وكمان عماد النحاس اقترح على لجنة الكرة ضرورة التجديد ليه واستمراره لأنه لاعب من كبار المؤثرين مع النادي الأهلي. الزمالك يناقش عرض ليبي لرحيل عواد. تلقى في الساعات الأخيرة عرض من الدوري الليبي لانتقال محمد عواد خلال الايام الجاريه وقبل غلق باب القيد في الدوري الليبي، والعرض اللي جاي للزمالك فيه حريه الاختيار بين الاعاره لمده سنه او الانتقال النهائي، ولكن طبعا المقابل المالي في حاله الاعاره هيكون اقل بكتير من الانتقال النهائي. الزمالك بيدرس العرض اللي وصل خلال الساعات الجاريه وبيتم مناقشه المدير الفني فيريرا، خاصة ان الفريق متواجد فيه محمد صبحي والمهدي سليمان كحارسان كبار وخبرة مع الحراس الشباب، وده في حالة موافقة المدير الفني على رحيل عواد في الفترة الحالية، خصوصا ان الحارس مرحب بالرحيل. الاهلي بيبحث عن صفقات محلية للطائرة بعد نجاح الاهلي في التعاقد مع اللاعبة البرازيلية لانا لدعم فريق كرة الطائرة للسيدات، واللي تم التعاقد معها بناء على طلب المدير الفني باولو ميلا جريس. بدأ رحلة البحث عن صفقات محلية لدعم صفوف الفريق في الفترة الحالية. ميلا جريس أكد لإدارة النادي الأهلي إن في قوام جيد للفريق، ولكن عايز عنصرين أكبر خبرة وقوة بجانب المحترف البرازيلية عشان تطوير الفريق اللي المفروض ينافس للفوز بالبطولات المحلية وكمان الأفريقية، وده مهم في الفترة الحالية إنه يتم ضم عناصر محلية مميزة. 9 منتخبات هتشارك في بطولة أفريقيا لشباب الطائرة. تأكد مشاركة 9 منتخبات في بطولة أفريقيا للشباب تحت 20 سنة لكرة الطائرة، واللي مقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 11 حتى 21 سبتمبر الجاري في صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، وده بعد اعتذار منتخب تونس عن المشاركة واللي حصل خلال الساعات الأخيرة، وكان سبقه في الاعتذار منتخب جنوب السودان. المنتخبات اللي أكدت مشاركتها في البطولة منتخب مصر، منتخب الجزائر والمغرب والكاميرون وكينيا وأوغندا ورواندا وزيمبابوي والكونغو الديمقراطية. بطولة أفريقيا للشباب مؤهلة لبطولة العالم للشباب تحت 21 سنة. كل التوفيق لمنتخب مصر للشباب. خلصنا حلقتنا النهاردة، استنونا في الجديد وما تنسوش تسيبوا رأيكم في التعليقات. سؤال حلقتنا النهاردة: رأيك في قرار عماد النحاس باستمرار حسين الشحات مع الأهلي وعدم الرحيل للدوري الليبي؟